مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات عبير الورد. وصفتنا لليوم الملفوف المحشي. ما في أطيب من محشي الملفوف بهالبرد، واليوم رح نحضره على طريقتي الخاصة، وهي طريقة أغلب الحماصني بمحافظة حمص السورية. ورح يطلع معنا ملفوف بشهي القلب وطعمته ولا أطيب من هيك. رح نتعلم طريقة سريعة وسهلة لتقطيع الملفوف. وقبل ما نبدأ بالفيديو خلونا نصلي على الحبيب المصطفى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كنتوا أول مرة بتشاهدوا قناتي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر، تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي، والضغط على زر لايك لحتى تدعموني. ويلا لنشوف المكونات وطريقة التحضير. عندي راس ملفوفة بلدية حجمها كبير، وزنها تقريبا 3 كيلو و500 جرام. وقت بدكم تشتروا الملفوف اختاروها تكون منيحة، نقوها منيح يعني. وهلأ بمسك الملفوفة وبقطعها بالسكين بهذا الشكل حبايب قلبي. جربوا تقطعوا الملفوفة بنفس الطريقة يلي عم قطع فيها، بتسهلوا على حالكم كتير. وهاي الطريقة ما بتاخد وقت طويل، وبيطلع الورق مرتب ومسطر تسطير. وبنفس الوقت هاي الطريقة سريعة، يعني بسرعة الصاروخ بتعملوا الملفوف وبتسلقوه، ما بتاكلوا هم بسلقوه. وبنفس الوقت ما بتهدروا ولا ورقة، وبتطالع معنا كمية كبيرة من الورق. شوفوا ما شاء الله كيف الورق مسطر تسطير مثل ورق الدفتر طالع. شايفين على هالتسطيرة؟ بهالطريقة حبايب قلبي قطعوا الملفوفة، كتير بيطلع معكم الورق مرتب وما بتتعذبوا أثناء اللف وأثناء السلق. إذا جربتوا هالطريقة رح تحبوها، حتبطلوا تسلقوها بالطريقة التقليدية القديمة. وإذا ما بتحبوا كمان تقطعوها بهالطريقة، قطعوها بالطريقة اللي بتحبوها انتو. بس صدقوني هاي الطريقة ولا أروع من هيك، سريعة كتير. شوفوا كيف ما شاء الله الورق بيطلع مرتب، بنفس الوقت ما بنهدر ولا ورقة. يعني الورق الصغير اللي بيضل من ملفوفة ما بنكبه، يا بنستخدمه للسلطات يا اما بنعمله للمخلل، بنكبسه مخلل. شايفين ما شاء الله الكمية اللي طلعت من ملفوفة وحدة، كمية كبيرة وورق مرتب ومسطر فوق بعض. والملفوف الصغير يلي ما بقدر لفه اسمه دجاجة الملفوف، ما بعرف شو بتسموها، نحن بنقلها دجاجة. راح ابشرها او قطعها قطع رفيعة هيك بالطول، وببشر فوقهم جزرة وبحشيهم جوات الفليفلي وكبسهم مخلل. بيطلع مخلل ولا اطيب. شايفين هذا المخلل اللي عم بحكي لكم عنه طعمته بتجنن. هذا عبارة عن فليفلي محشي ملفوف ومبشور عليهم جزر، بكبسهم بمي وشوية ملح وخل، طعمتهم بتجنن. وهلا رح اسلق او هبل ورق الملفوف. حطيت مي بطنجرة على النار خليتها تغلي، ولما غليت نزلت ورق الملفوف. شايفين كل سطرة بسطرتها عم انزلها. شوف الورق ما شاء الله لساته مرتب ومحافظ على التقطيع اللي قطعته اياها. بترك الملفوف بالمي ل3 دقايق لحتى يتدبل، بعدين برفعه من المي السخنة وبصفيه من المي وبحطه بمصفى. شايفين كيف ضل الورق مرتب؟ هاي الطريقة كتير حلوة، بتسهل يعني طريقة تقطيع الملفوفة بتسهل عليكم لف الملفوف، وبنفس الوقت ما بتنعجقوا بالملفوفة. هلا رح احضر الحشوة. عندي 3 كاسات رز مصري قصير منقوه ومصفى من المي، ضفت عليهم 250 جرام لحمة مفرومة مدهنة، ومعلقة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بهارات مشكلة، ونص معلقة صغيرة من البابريكا او الفلفل المطحونة، ومعلقة كمون مطحون. الكمون بيروح النفخة، لأنه الملفوف مثل ما بتعرفوا إنه بينفخ، فمنضيف كمون. وضفت 3 معالق زيت نباتي. الزيت بيعطي فرفدة للرز وبنفس الوقت بيعطي لمعة. بخلط المكونات مع بعضها كتير منيح. ديروا بالكم حبايب قلبي انتوا عم تخلطوا ما تكسروا الرزات. حطيت كمان معلقة سمنة كبيرة للحشو لحتى تدهن، وما حطيت نعناع يابس. إذا انتوا بتحبوا طعم النعناع بالحشو ضيفوا، هذا ذوق شخصي بيرجع لكل شخص. أنا ما كتير بحب النعناع بمحشي الملفوف. وهلأ بجيب ورقة الملفوف وبشيل الضلع وبحط الوجه البارز اللي فيه ضلع الخشن يعني للأسفل، وبحط كمية مناسبة من الحشوة، وبلف الملفوفة وما بسكر الأطراف. لف الملفوف كتير سهل. هلا هدول الدنبات الزايدين من الملفوفة بقصن وبشيلهم عشان يعطي منظر أحلى لحبة الملفوف.
شايفين هذا الضلع الرفيع منشيله ومنخلي الملفوفة بهذا الشكل، يعني الخطوط بخليها بالعرض، ما بيجي بلف الملفوفة بالطول. شايفين هدول الخطوط يلي جايين بالعرض، بنحط الحشوة بهذا الشكل على الخط بالعرض ومنلف الورقة. هلا بقص الزيت، دائما قص الزيت بيعطي شكل ارتب للملفوفة. نوزع الحشوة، نحط معلقة حشوة ونوزعها على الملفوفة، ورقة الملفوفة ومنلفها. لف الملفوف كتير سهل وبسيط، يعني بيختلف عن لف اليبرق أو اليالونجي لأنه منسكره عند الأطراف. الملفوف ما منسكره عند الأطراف. منقص الزيت من حبة الملفوفة ومنحطها، ولا أسهل من لف الملفوف حبايب قلبي. بنكمل باقي الكمية. وحجم الملفوفة انتو بتتحكموا اذا بتحبوا حجم كبير متوسط. انا متوسط عاملته، ما بحبه لا صغير كتير ولا انه حجم ملفوف كبير كتير، هيك حجم متوسط احلى وارتب بالنسبة الي يعني. هلا الضلاع حطيتهم بقاع الطنجرة، الضلاع اللي طلعتهم من الملفوف. فيكم تضيفوا حبايب قلبي لي، بتحطوها بالطنجرة من تحت الملفوفات، بتعطي طعم بتجنن وسقسقة للملفوف. بس أنا ما متوفر عندي شرحات لي. وفيكم تحطوا كمان عصايص أو ريش مثل ما بتحبوا، بس أنا ما اكتفيت بالأضلاع، حطيتهم بأسفل الطنجرة عشان ما يحترق الملفوف وما يلزق. وحطيت راس توم مقشر، بيعطي طعم كتير طيب كمان للملفوف. رجعت حطيت الملفوف ورديت حطيت فوق الطبقة التانية من الملفوف كمان راس تاني مقشر، وبسطر الملفوف هيك تسطير. باخد كل حزمة وبضيفها بقلب الطنجرة وبحطها حتى يطلع عندي الملفوف مرتب. صفيت الملفوفات، وهلا رح اضيف 3 معالق سمنة كبار. السمنة بتعطي طعم كتير طيب للملفوف، بس لو حطينا بقاع الطنجرة شرحات لي ما في داعي للسمنة. وهلا رح اضيف المي. ضفت نص كمية المي بالبداية بعد ما تقلت الملفوف بتتقيلي. وبعلق النار تحت الطنجرة. اول شي بخلي النار عالية، وبس طلعت غلوة الملفوف بنوس النار وبخليها وسط. وبس استوى الملفوف نص استواء بضيف الليمون والملح والكمون. ما بضيف الليمون بالبداية لانه بيأخر من استواء الملفوف. ضفت للمي معلقة كمون ومعلقة ملح، ورح أضيف عصير 4 ليمونات. ما طيب إنه نحط ملح ليمون بالمحشي الملفوف، لازم ليمون. وهلأ رح أضيف دبس رمان. بضيف بس 3 معالق أو 4 معالق. دبس الرمان كمان بيعطي الملفوف طعم كتير طيبة. إذا بتحبوا ضيفوه، إذا ما بتحبوا استغنوا عن خطوة إضافة الدبس الرمان، بس بنصحكم تضيفوه لأنه عن جد بيعطي طعم كتير طيب. هلأ بشق على الملفوف. الملفوف استوى عندي نص استواء، يعني لسه بده نص ساعة وبيستوي على الآخر. هلأ بضيف مرقة الليمون والدبس الرمان والملح والكمون، وبتركه على النار شي نص ساعة. هو عموما الملفوف ما كتير بياخد وقت على النار، يا دوب ساعة ساعة ونص. وإذا بتحبوا حبايبي تضيفوا نعناع يابس ضيفوا، بس أنا مثل ما قلت لكم بكل المحاشي بضيف نعناع، إلا بمحشي الملفوف ما كتير بفضله. هذا ذوق شخصي بيرجع لكم. هلا رح ارجع شق على الملفوف بعد مرور ساعة وربع على طبخه. بشيل التتقيلة، دخل الشوكة إذا فاتت بكل سهولة بالملفوفة، يعني الملفوف استوى. وخدوا حبة ملفوف وذوقوها شوفوا إذا استوت ولا لا. طفيت تحت الملفوف ورح أصفي المرقة من الملفوف لحتى قلب طنجرة الملفوف. ما شاء الله ريحة الملفوف شي بيشهي القلب، الريحة بتاخد العقل. هلا برفع الطنجرة، شوفوا ما شاء الله كيف مسطر تسطير. بشيل الأضلاع من فوق الملفوف. ما في أطيب من أكلة الملفوف بهالأجواء الباردة. وهذا كان الشكل النهائي حبايب قلبي لوصفتنا الملفوف المحشي أو محشي الملفوف على الطريقة الحمصية السورية. إن شاء الله تنال إعجابكم. هلأ رح أدوق الملفوف وأعطيكم رأيي بالوصفة. وإذا حبيتوا الوصفة حبايب قلبي لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي. وبتشكركم حبايب قلبي للمشاهدة وللمتابعة، وبشوفكم بوصفة جديدة وحلقة جديدة بأمان الله. بس لازم قبل ما انهي الفيديو دوق واعطيكم رأيي بالملفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ما شاء الله لك شكل الملفوفة، الرزات ابدا ما مخبصين ولا معجنين، الملفوف دايب دوب. هلا بغطسه بالمرقة وندوق الطعم الطيبة.
شايفين الرزات كيف مفرفدين؟ هذا كله لأنه ضفنا الزيت النباتي للحشوي بيعطي فرفدة للرزات. ما شاء الله طعمي بتجنن، بنصحكم تجربوا الطريقة.